في مجال لتقوية التعاون القضائي أرحب في جميع الموجودين معي والسيد هنري والسيد ديفيد أعضاء. I would like to welcome, of course, and great أظن إنه to call Sir Henry Brock as the president of the head of the delegate. هي بداية تعاون حول مبادئ معينة اللي هي مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، واللي وراء اللي حضروا هم عبارة عن خبراء في بريطانيا ولهم مراكزهم الحساسة هناك، حتى لهم تأثير على الوضع السياسي أيضا. هم بيستطلعوا أوضاع الخاصة بفلسطين وظروف حياتنا الفلسطينية وظروف السلطة القضائية بشكل خاص. أهمية اللقاء لقاء ممثلة بالحضور اليوم في السلطة القضائية في زيارة 3 أيام من قادة متقاعدين بريطانيين من مؤسستين سلين وبينغهام اللي يمثلوا أبرز القادة البريطانيين في شؤون القضائية وحقوق الإنسان، وإجوا إلى فلسطين لكي يساهموا إلى تكبير وتقوية الجهاز القضائي الفلسطيني اللي تتقدم كثير في الماضي القريب، وفي لزوم لحوار ما بين قضاة بريطانيين وقضاة ومحامين ووزارة العدل الفلسطيني لكي نشوف إذا في إمكانيات للتعاون أكثر، لتدريب، يمكن لتوفير دورات في اللغة الإنجليزية للشؤون القانونية في فلسطين، في رام الله أو في القدس الشرقية أو حتى في غزة.